ل5 افراد. قطعت كده ضفت 4 حبات من البيض في بولة، وهضيف عليها رشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود. طبعا خدي بالك وانت بتحطي رشة الملح ورشة الفلفل، عشان احنا معانا جبنة رومي ومعانا جبنة تانية هنحطها مع بعض في اخر الوصفة. فمعانا في جبن في الوصفة، وفي بيفي مدخن برضو مملح سنة، فالملح يبقى على البيض حاجة قليلة جدا عشان الوصفة ما تاخدش ملح عالي قوي منك. بعد ما جهزت البيض وخلاص حطيته على جنب كده، حطيت له رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود. معايا بقى حبايه من البطاطس كبيره، حجمها كبير مش صغيره. قشرتها وبدات ان انا اقطعها كده صوابع طويله محمله شويه ملحمه، ما تبقاش رفيعه. وبعد كده بدات ان انا اقطعها مكعبات صغيره بالشكل اللي انتوا شفتوه بشوكه بقى. وهبتدي ان انا اخفق البيض بتاعي كده خفق على السريع